الفيتامينات مع جراحات السمنه. ليه يا دكتور المفروض اخد فيتامينات؟ بص يا دكتور، انا زي الفل مش بشتكي من اي حاجه، ليه بقى كل الفيتامينات والبلبعه دي؟ علشان نتكلم في الموضوع ده هنقسمه ل3 اقسام: سبب قبل العمليه، سبب للعمليه نفسها، وسبب بعد العمليه. نبتدي بالسبب اللي قبل العمليه. اولا 99.9 من حالات جراحات السمنة عملوا 500,000 نوع دايت المية، دايت الكيتو، دايت الكرومب، دايتات كتير جدا 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 ممكن ان هي تأثر على نسبة الفيتامينات والأملاح في جسمنا. تاني حاجة بقى العادات الغذائية الغلط اللي كنا ماشيين عليها. يا دكتور انا بحب او مش باكل غير رز وشوربة ولحمة، يا دكتور الاندومي هي حياتي، يا دكتور اكلي كله عبارة عن بيتزا او مقليات او برجر او سوسيز او الحاجات دي. طب يا دكتور انا مشكلتي كلها في السوبر ماركت وممكن اقعد عليه طول النهار، اللي هو الشيبسي والبيبسي والمعجنات. كل الاكلات الغلط دي طبيعي انها تاثر على نسبه الفيتامينات والاملاح في جسمنا. ثالث سبب السمنه في حد ذاتها بتاثر على الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والفات، يعني معدل الايض بتاع الجسم نفسه، واللي بتاثر على نسبه الفيتامينات والمعادن او وضعها في جسمنا. ففي دراسات لقت ان السمنه ليها علاقه بنقص بعض الفيتامينات، اهمها فيتامين اي، فيتامين بي 1 اللي هو الثايمين واخواته كمان بقيه البيهات، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين كي، وبعض المعادن زي الزنك والمنجنيز والمغنيسيوم وكمان الكروميوم. وده تاثير السمنه نفسها على الجسم. وكمان فيتامين دي اللي كتير مننا لما بيحلل بيلاقي النسبه عنده قليله جدا، وبالتالي انا ممكن اكون اصلا داخله العمليه عندي نقص في كتير من الفيتامينات والمعادن اللي في جسمي.